تفتكروا إن الفلبين تقدر تعمل مسلسلات قوية ورومانسية زي جوهرة القسم إيه وسيديوسينج دريك بالما؟ أحب أقول لكم إن أيوة فعلا الفلبين من ساعة ما نجح مسلسل جوهرة القسم إيه وهي بدأت تعمل مسلسلات جبارة حرفيا. وفي الفيديو ده هقول لكم عن أفضل المسلسلات اللي تابعتها الفترة اللي فاتت. بالمناسبة أنا عملت فوت عن أكتر كونتنت أنتوا حابين إن أنا أنزله الفترة الجاية، وكلكم أجمعتوا على إني لازم أعمل أفضل المسلسلات الكورية، فاجهزوا بقى ويلا نبدأ. انتوا ممكن دلوقتي تحسوا فرق بسيط بس عشان المايك فصل ورجعت اصور الفيديو تاني من اول وجديد، عادي ولا كأن في حاجة حصلت، وبتحصل وبتحصل وبتحصل. قبل ما نبدأ بقى انتوا لازم تعملوا لايك ولازم بجد تشتركوا في القناة لو انتوا مش مشتركين، عشان الحركة المستفزة اللي حصلت بتاعة المايك دي. انتوا مش متخيلين انا صورت الفيديو كله ورجعت عدته من تاني، بجد حاجة مش كويسة خالص. أول مسلسل معانا اسمه هيل يونيفرسيتي. المسلسل ده لو انتوا من محبي أجواء الرعب والغموض وألعاب البقاء فالمسلسل ده بجد ليكم. عارفين سكويد جيم وأليس إن بوردرلاند؟ المسلسل ده زيهم بالظبط، بيتكلم عن مجموعة طلاب في الجامعة هيدخلوا جامعة اسمها جامعة الجحيم، وبمجرد ما بيدخلوا بيكتشفوا إن قوانين الجامعة صعبة جدا ومرعبة جدا، بمعنى إن مفيش خروج أبدا، والقاعدة الأساسية في الجامعة دي إن هم يخلصوا على بعض. بجد من أجواء بقى الصحاب والجامعة والكلاسز كل ده بيتحول من أجواء لطيفة ومرحة ودراسية لأجواء حرفيا كلها عدوانية كره وغضب، فحرفيا كلهم بيتحولوا لأعداء وكلهم بيبدأوا يخلصوا على بعض. المسلسل ده كله سسبنس وحرفيا غموض، وفي كل حلقة فيه انت بتقعد مستني ايه اللي هيحصل في الحلقة اللي بعدها. وبالمناسبة المسلسل نزل منه 6 حلقات لحد النهاردة، وانا اتفرجت وماشية معاه بالظبط، يعني انا اتفرجت على ال6 حلقات فبجد تحفة، والأحداث كل حلقة غير متوقعة بالمرة، بيخرج بقى بره إطار الرومانسية والحب والكياتة اللي الدراما الفلبينية عودتنا عليها من خلال المسلسلين اللي اتشهروا عندهم. المسلسل ده باختصار بيوريك ان الانسان ممكن يتخلى عن كل حاجة وعن مبادئه وعن كل حاجة في سبيل ان هو يعيش، يعني ممكن يعمل اي حاجة حرفيا في سبيل ان هو يعيش. عارفين المسلسل ده بيفكرني بايه؟ عارفين بيراميد جيم المسلسل الكوري؟ زيه بالظبط، يمكن شبهه في احداث معينه بس مش كله طبعا، هو مختلف تماما. كمان المسلسل التايلاندي اللي انا هحط لكم صورته هنا لان انا حرفيا حاليا مش فاكره اسمه، بس المسلسل ده انا كنت بحبه قوي وكان كله غموض كده واحداث غريبه. هو مش شبهه طبعا لان التاني فيه العاب وحاجات، هو في منه شوية بس مش شبهه خالص. وبالمناسبة برضو ان البطلة في المسلسل ده اللي هي كانت في جوهرة القسم ايه اللي كان اسمها ايلا او ايلا، المهم هحط لكم صورتها هنا برضو عشان تفتكروها لان انا مش فاكرة اسمها الحقيقي دلوقتي. المسلسل اللي بعد كده اسمه هي از انتو هير. المسلسل ده لطيف بطريقة مش طبيعية وكان ترند اصلا في الفترة اللي نزل فيها، اللي هي تقريبا 2020 او 2022 مش فاكره بالظبط، وفضل مكمل يبقى ترند لحد النهارده. عارفين مسلسل جوهرة القسم ايه كان ترند ازاي عندنا في الدول العربيه؟ المسلسل ده بقى كان ترند عندهم في الفلبين بنفس الطريقه كده. المسلسل ده بيتكلم عن بنت بتتنقل من القريه للمدينه عشان بس تعيش مع باباها الغني، وهي هناك هتتنقل لمدرسه طبعا مرموقه جدا وغنيه، وفي ظل الأحداث دي هتقابل الشاب بقى الوسيم المتنمر القوي اللي كل المدرسة بتعمل له حساب، ومن هنا بيبدأوا هما الاتنين يتخانقوا ويدخلوا في صراعات ومقالب، ما تدريجيا مشاعرهم دي بتختلط مع بعض ويبدأوا قصة الحب بتاعتهم. بس هنا بقى في المسلسل ده هو مش بالبساطة دي، هي قصة الحب دي معقدة جدا، وكمان بسبب قصة الحب دي هتكتشف أسرار كتير قوي للعيلتين. المسلسل ده مميز ليه؟ لأن الكيمياء أو الكابل الأساسي في المسلسل ده هم أصلا معروفين جدا في الفلبين، وناس كتير شافوا لهم مسلسلات قبل كده ومثلوا مع بعض مسلسلات كتير، فالكابل ده مشهور جدا هناك، فالكيمياء بينهم خطيرة. هدف المسلسل ده ان هو بيخلي الحب قادر يغير الناس او يغير عيوب الناس. كمان بيناقش فكرة ان التنمر مش قائم على ان الشخص عايز يعمل كده عشان يأذي غيره، بيورينا ان الشخص المتنمر ده بيمر بظروف او مر بظروف جرحته وخلته يتعامل كده، واننا ما نحكمش عليه عشان هو متنمر فيبقى شخص سيء، لأ هو ممكن يكون حصلت له حاجات قبل كده خلّته يتعامل كده. المسلسل اللي بعد كده هو حرفيًا أنا مسمياه الhealing drama. المسلسل ده روعة، اسمه golden scenery of tomorrow. ده من الدرامات الرومانسية الهادية اللي مليانة أمل، مؤثر جدًا وهيعيشكم بجد قصة غريبة أوي في ظل إن أنتم تبقوا في كل السلبيات وفي كل المواقف الصعبة قادرين يبقى عندكم أمل إن أنتم تشفوا نفسكم وتقدروا إن أنتم تعالجوا كل ده، وتقدروا إن أنتم توصلوا لمرحلة اللي هو خلاص أنا حليت كل ده بنفسي. فبجد المسلسل ده خطير، بيحكي عن قصة حب ما بين ولد وبنت بتنشئ تحت ظروف صعبة جدا جدا، وبتركز على الأحلام والطموحات، وإن الأبطال بيحاولوا يلاقوا طريقهم مع بعض أو طريقهم على الأقل للأمل في ظل ضغوط الحياة والمجتمع والفقر. وهنا جه اسم الدراما جولدن سيناري، المشهد الذهبي، إن هنا كل واحد فيهم شايف إن علاقتهم تستاهل إن هو يتعب عشانها،
فعشان كده اتسمى ان هم بيسعوا حوالين المشهد الذهبي ده. بجد الدراما دي مؤثره جدا والله يا جماعه، انا عيطت كتير قوي وبجد كان فيها مشاعر جميله جدا، خصوصا ان العلاقه بينهم ان هم الاتنين بيساندوا بعض بطريقه مش طبيعيه، بس ان انت تتفرج على علاقه بجد هيلثي جدا ومش موجوده اصلا في الوجود. وكده نبقى وصلنا لنهايه الفيديو. انا عارفه ان الفيديو قصير وعارفه ان المسلسلات مش كتير، بس صدقوني دي افضل المسلسلات اللي نازله حاليا او اللي بتتعرض حاليا والناس عماله تتكلم عنها. في مسلسلات كتير نازله بس حرفيا حلقاتها من 60 ل100 حلقه، فانا لا يمكن اتفرج على حاجه 100 حلقه، انا ممكن ازهق بجد، ده انا من ال 30 حلقه بزهق، فمتخيلين بقى لما اتفرج على حاجه 100 حلقه الموضوع يبقى صعب قوي. فما تنسوش بقى تقولوا لي رايكم وايه المسلسل اللي انتوا ناويين تتابعوه، ولو في مسلسل معين انتوا حاليا بتتابعوه اكتبوا لي في الكومنتس عشان اتفرج عليه زيكم. وبس كده، ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب، وكمان تكتبوا لي كومنتس كتير لطيفه تشجعوني بيها، واشوفكم في فيديو جديد. باي باي.